لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 504 لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بمبستي رزامني رب العالمين وهي وادان أزيز سودي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والخوشوستان ديالا وكل لآت رابردو خواهي قول فرموي كالآت كان بيشتر فرموي نابي ولاء دوستاتي إيمان داران لبو كساني چي غير مسلمان بي إتر أوزا فرموي بيويست إنما وكو حصر لآت بيشتر فرموي ولاي إيمان داران هموي لبو ذاتي الله بي أوزا لبو بيغمبرك صلى الله عليه وسلم أوزا لبو إيمان داران بي أوزا عاقبتي أو كسانتي كوا ولاو دوستاتي لبو خوا سبحانه وتعالى لبو بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران تفرمي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا هر كسيك ولاو دوستاتي وبجيري خويك لا كردنو روتي كردني تنها لبو الله سبحانه وتعالى لبو پیغمبر كبي صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران بي أوانا حزب الله وحزب الله شهر أوان غالب وسركوتو سرف الأصل. وكل تفسير وصية الطنطاوي دلي حزب والحزب معناه الجمع من الناس. حزب تسيه كومالك لخلطي يجتمعون على رأي واحد لسر رأي كود ابنه من أجل أمر حزبهم لسر رأي كود ابنه لسر كاري كوا حزبهم أي أهمهم وشغلهم كوا تكاري كوا مشغولي كردينه ولا يانجرينجا كوي كردينه ولا سري يعني براستي زور زان إما لو أنا حساسية من برامبر بلفظي حزب هبي حزب لزماني عربي واتكومالك دخلتشي لسر كاري كوبينوا لسر أمري كوا كود فرمي حزبهم كوي كردينوا كوا لا يهموان جرينجا يتر بدست جمعي لبو هدفك كاردكن أو حزب يتر خواي جور سبحانه وتعالى القرآن في باسي حزب الله كردي وباسي حزب الشيطان شي كردي حزب الله بمفهوم القرآن أو كسانا كوا لبيناي رزامندي الله كوبينو سبحانه وتعالى شريعة إسلام كوي كردينو لبيناي سرخستني عقيدة توحيد كوبينو باقي أوش لبيناي غير الله سبحانه وتعالى لبيناي غير شريعة إخوة سبحانه وتعالى أو ديار بحزب الشيطان ناويان هاتي. والمعنى ومن يتولى الله تعالى هكذا ولا يلبو ذات الله بي بأن يطيعه ويتوكل عليه وإكوا جرالي فرماني الله بك توكلي لسر بك ويتولى رسوله ولا يلبو بيغمبرك بي صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه ويتأسى به ولا لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا بويكوا اتباعي بك اقتداي بي بك ويتولى الذين آمنوا وهرها ولا يلبو إيمان داران هبي بأن يناصرهم بسريان بخا ويشد أزرهم وهرها بالبشتيان بكاتن ويتعاون معهم على البر والتقوى هاوكاري إيمان داران بكا لسر بر والتقوى وكاري خير ساكا من يفعل ذلك هر كسيك بوشيوي ولا لبو خوا سبحانه وتعالى وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو إيمان دارانم هر كسيك وابكا لا شك في حسن عاقبته حد شك وقمان تيدانك وعاقبة الساتشي هبي عاقبة الساتشي دبيتن لو يخوي فإن حزب الله هر كسيك أوابك وحزب الله
وحزب الله هم الغالبون، هر أوان سركوتون سرفرازا الغالبون لغيرهم من الأحزاب الأخرى التي استحوذ عليهم الشيطان. أواني كوا ولائيا لبو خوا سبحانه وتعالى لبو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم لبو إيمان دارن كوي كردينوا هر أوان غالبا هر أوان سركوتون بسر أحزاب تركوا شيطان كوي كردينوا. ومن في قوله كاتك ومن يتولى الله لرا دفنمي ومن يتولى الله منك لرا الشرطية، وقوله فإن حزب الله هم الغالبون دليل على جواب الشرط. كواتم من ومن لرا شرطية بلام فإن حزب الله هم الغالبون أو بلغي لسر جواب شرطك أي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا هالكسيق ولا لبو الله سبحانه وتعالى لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران هبي يكن من حزب الله المنتصر القوي أو كسيك ولا لبو ذات الله هبي سبحانه وتعالى ولا لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا لبو إيمان داران هبي كواتا أو داخل أو حزبك وهر سركوتو بهيزة فإن حزب الله هم الغالب بروي حزب الله سبحانه وتعالى هر أوانا كوا غالب لبو غير خوان. وقال سبحانه فإن حزب الله ولم يقل حزب الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نيفر فإن حزب الله ورسوله يكسر فأنا حزب الله لا بس للإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل إلا بأمر من الله تعالى. إشارة لبوي أو إكوا ولا لبو خوا سبحانه وتعالى لبو پیغمبر كيه صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران أو حزب الله نيفر حزب الله وبيغمبر كيه تبروي أصلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا يعمل إلا بأمر الله هيش تيغناك إلا فرمان الله نبي سبحانه وتعالى وكبري أصلك أو هيك ولا أكل بذات الله سبحانه وتعالى وأنه صلى الله عليه وسلم لا يستمد العون والنصرة إلا منه سبحانه. كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوای یارمەتی و نصرتي تنها للا رب العالمين. هذا دزانا فرمون فإن حزب الله هم الغالبون معناه فإنهم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين فإن حزب الله هم الغالبون نيفرموا فإنهم الغالبون فرموا فإن حزب الله لردا وكذا وضع الظاهر موضع الضمير كواتا نيفرموا فإنهم لرا بضمير ذكري معناه كيف بخشي بلام ظاهرا ديسان بكاري هنا فإن حزب الله هم الغالبون وهو أنهم حزب الله فكأنه قيل ومن يتولى هؤلاء فهو حزب الله كانت معناه أتكا وهذه هر كسيك ولا إلا بذات الله سبحانه وتعالى لبو پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم لبو إيمان داران هبي فهو حزب الله أو حزب الله وحزب الله هم الغالب حزب الله سبحانه وتعالى أوانا سركتو سرفرازا تنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم كواتا ديسان كناويان ديت نافر فإنهم بلكو فإن حزب الله تاوكو باسيان بكا ناويان بيني شأنيان برزكاتو وتشريفا لهم بهذا الاسم ريزيان لابن بوناوا وتعريضا لمن يولي غير هؤلاء بينه حزب الشيطان وهروها معناه وش لي وردجيري كوا غيري أو كسكوا ولا لبو غير الله سبحانه وتعالى لبو غير پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو غير إيمان داران هبيتن وأنا حزب الشيطان وهروها تاوكو بديار بيخيتن فإن حزب الله هم الغالبون غلبوا نصرته سرفرازيا كان لو دايك وحزب الله فنان داي تبر الله سبحانه وتعالى ولا لبو الله سبحانه وتعالى لما حاسن التأويل دلي فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعدائه هر أوانا عاقبتي تساتشيان هي لسر سركوتنيا لسر دجمنكانيان عبد الرحمن بن ناصر السعدي فإنه من الحزب المضافين إلى الله كوات حزب الله أوانا كوا أو كساني كوا إضافة ذكرينو ددرين بال ذاتي الله بتش صفتك إضافة عبودية وولاية وهي أوانا بندي الله ولايا لبو الله لوي بيان دقوتري حزب الله أو زاد فرمي وهذه بشارة عظيمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهذه بشارة عظيمة براسي ومزجهنية شي قوري لمن قام بأمر الله لو أوكسي كوا فرماني الله جيب زيدك وصار من حزبه وجنده بجي كردني فرماني الله سويتنا حزبي الله لجندي كان خوايا أن له الغلبة بالتأكيد غلبه سرفرازي لبو أوى وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريده الله تعالى سبحان الله أجر بيتو هنديك زاريش
ئەگەر بێت هەندێک جاریش دژمنانی ظاهرەن مسلط بن لەسەری لە بۆ حکمتێک خوای گەورە ئیزنی لەسەرکەوابی فأخر أمره فآخر أمره الغلبة والانتصار ئەگەر بێت و فترە چیش خوای گەورە حکمت لەسەر بیکەوە دژمنەکانیان زاڵ بن بەسەریاندا بەڵام لە ئاخر و عاقبەتەکەی إلا غلبة وانتصار لبو أوانن كوا ولايان لبو خوايا وحزب الله ومن أصدق من الله قيلا چه لخواي جورا قولي صادق ترى وراز قوترا أجر بفعلي إيمان دارا حزب الله بن بالتأكيد فإنهم هم الغالبون وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة تمشاهدك وآيات بيروزانا قد نهت المؤمنين نهيا شديدا عن موالاة أعداء الله زۆر بە توندی ئیمانداران نەهی دەکا و قەدەغەیان دەکا کە دۆستایەتیان لە بۆ دژمنانی خوا نەبی لأن موالاتهم لە بەرەوەی دۆستایەتیان لە بۆ ئەوان قد تجر إلى الارتداد عن الدين الحق دۆستایەتیان لە بۆ دژمنانی خوا ڕایان دەچێشی و هەتا دەیانگەین تەحەدی ئەوەی هەڵدەگەڕێنەوە لە دینی حەق ومن يرتد عن الدين الحق هەر کەسێکیش هەڵگەڕێتەوە لە دینی حەق فلن يضر الله شيئا بالتأكيد باب الزاني زر الأخوة يقول نادا لأنه سبحانه قادر على أن يأتي بقوم آخرين والأخوة يقول بتوانا كسانك كدين صادقين في إيمانهم كسانك ديني كوالا إيمانك كان رازقون بدل أولئك الذين ارتدوا على عقابهم لبدل أوانك وهل قرينوا الذين كان فشمم كما نراها قد أرشدت المؤمنين وهذا مشاهد آيات كان رينموني إيمان داران دكا إلى من تجب موالاتهم واجب السريان ولايان لبو تشيبي وبشرتهم بالفلاح والنصر وهروا مجداني بيدا بسر كوتنو بسر فرازي متى جعلوا ولايتهم لله ولرسوله والإخوان في العقيدة والدين هر كاتيك ولايا لبو ذاتي الله سبحانه وتعالى لبو بيغمبرك بسراسل لبو برايانيا بلا دين أو بالتأكيد غلبة نصر هر بشي أوانا لدواي أوا خواهي يقول هرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أيكم بروادارا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا كواتا أوانا مكان دوستو أولياء خوتان أوانا كوا ديني نقويا بيوايا هزو لعبا بقالتو بفشي تيجيشتنا بقمي تيجيشتنا من الذين تشينا أو كسانا يا رب العالمين كوا ديني إيمابا هزو لعب تيدقان من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أواني كوا لبيش أنقو كتابيان في بخشرة لزولك ولديانا كان والكفار كافر كان بقشتي كوا أوانا ديني نقويان بي هزو لعب أنقو كودان كان أولياء خوتان واتقوا الله تقوى الله بكن أجر إن كنتم مؤمنين أجر إيمان دار راستقينا لا تفسير قاسمي دربارة وأتداد فرمية أيها الذين آمنوا أي مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم دينكم أي كومر بروادارا يقل بيداوستيكاني إيمانتان أو كوا دينكتان ببرز رابقرا لويا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم واتا أو كساني كوا دينين قويان بيقال تو قبا ما كان أولئي خوتان أو ديني كوا الذي هو رأس مال كمالاتكم أو دينا براسي السرماي إيمي لبو همو صفتيشي كمال برز الذي به انتظام معاشكم ومعادكم أو ديني كوا دنيا وقيامتان لبو الرق ديخي وهو مناط سعادتكم الأبدية هر أو دينشا كوا بختوري أبدي من لزي بذكرني أو فرمانانية وسبب قربكم من ربكم أو دينشا دبيته هوكا لبو نزيق بونون فرودقال أو دينه هندقرنك كو دبي أما كسب كان دوست أولئك خمك أو ديني إيمي بي هزو لعبة وكل تفسير وصيد دلية والدين دين سيا هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة كواتا دين واتا أو كسي كوا عقيدة وبيرو باوريشي هل قرتيو إيتر أو كارو كردواني كوا رنگدانوي أو عقيدة وبيرو باوري بيد قتل دين فهو عنوان عقل المتدين كواتا دين نشانه وناو نشان عقلي أو دين دارية ورائد آماله يتر هر أو دينش كوا آماله وآواتكاني آراستدك وباعث أعماله هر أو دينش كوا هاني دا أو كارو كردوانب ككلب هداوستي دينكيتي والذي يتخذ دين المرء هزوا ولعبا أو كسي كوا دينكي توي بي هزو لعبا
فقد اتخذ ذلك المتدين بهذا دين هزوا ولعبا. ما دام دينكي توي بي هزوا لعبا كواتا خودي توي بي هزوا لعبا لبرو اتو او اند قيمته تا دست بدينك دغرتيا. بله هزوا ولعبا. هزو اي شيئا مستخفا واتا هزو او كوا كسك شتيك بسوق تماشابكا بيغوتلي هزو. ولعبا اي سخريه وضحكا وهروها هزو گوتمان واتا بسوق تماشای شتێک بکەی. لعب ئەوەیەکەوە هەر بەگاڵتە جاری و بە پێکەنینی دابنی واتا مبالغة في الاستخفاف به حتى لعبوا بعقول أهله. واتا لعب ئەوەیەکەوە هەندە بە سوچی تەماشای شتێک بکەی ئەهلی ئەو شتەی پێت وایەکەوە هەندێک گەمە بە عەقلی بکەی. کەواتە هزوان وەلعیبە ئەوانەی کەوە دینی ئیمانداری یاخود دینی ئیسلامە پێ هزو بە لەعیبە واتە بە سووک تەماشای دەکەن و هەروەها بەگاڵ تەجاڕیەوە گاڵتە بە ئەهلەکەی دەکەن. ئیتر ئەوە صفاتی کەسانێکە لە کافران و بێباوەڕان کەوا بەو شێوە تەماشای دینی ئیسلام دەکەن و هەندێ نییە کەسێکەوە ئەو دینەی تو کە عەزیزترین شتە لەلات پێی وایە هزوو لەعیبی کۆ تو دەیکەی دۆستی خۆت. ئیتر دیارە ئەو کەسانە چێن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أولياء. ئیتر لێرەدا لەبەر تەوابوونی کار دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوودەین و خزمەتی و زیاتر لە خزمەت تەفسیرەکەیدا دەبین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.